من الطالب كابتن الفاروق هاني حبيب. اي تكريم كان في الدنيا كلها ما كان هيبقى فرحته زي الفرحه اللي احنا فيها قد ما بلدنا اتكرمت، لان احنا طلعنا من البلد وتعبنا قوي لحد ما وصلنا اللي احنا وصلنا له. وانا ببارك من مكاني لزيزو لان هو فعلا مثال الاجتهاد والاصرار والعزيمه والتعب، وجايز هو بفضل الله سبحانه وتعالى اللي وصلنا اللي احنا فيه دلوقتي، فاحنا كلنا نشجعه كده. انا بشكر كل الساده الحضور. طبعا انا لو فضلت اذكر اسماء يبقى هنقعد طول الليل نتكلم على اسماء، لان مش هينفع اذكر كل اسم الا لما نتكلم على كل اسم. وطبعا احنا موجود معانا ناس عظام وناس كبار. بشكركم جدا جدا على حضور حضراتكم وعلى التكريم ده، ويا رب دايما في تقدم كده ان شاء الله، وربنا يكرمنا ونبقى عند حسن ظن سيادتكم ان شاء الله. ان شاء الله رب العالمين. طبعا زيزو دي يعتبر ليه اول محطه. احنا كده عبد العزيز اول عالم، المحطه الجايه ان شاء الله طوكيو 2020، يعني طوكيو الاولمبيه. زيزو المصنف رقم 1 على العالم في ذوي الاحتياجات، طبعا فهو كده المرجح من مصر خلاص طبيعي جدا الحمد لله، بعد صراع وبعد حرب كبيره قوي قوي انه يقدر يلعب. طبعا الاستاذ احمد اتريبي قال الكلام كله مش هقدر اعيده تاني. الحمد لله رب العالمين بقى المصنف رقم 1 على العالم، فهو كده المرجح من مصر ان هو يلعب الاولمبياد الجاي، وطبيعي ان هو رقم 1 على العالم، يبقى ان شاء الله رب العالمين لو ربنا قدر لنا خير يبقى ان شاء الله اول اولمبياد. طبعا دي حاجه عظيمه لمصر ان شاء الله رب العالمين. اتمنى من الله سبحانه وتعالى ان ربنا يكرمنا ونوصل للدرجه دي. طبعا يا جماعه اللي احنا وصلنا له ده كله مش ان احنا طبعا نزلنا بالباراشوت في المنصوره او في القاهره وبقينا مدربين، لا، ده انا ابن كفر الأطرش مدرب مركز شباب كفر الأطرش باكثر من 7 8 سنين. الحمد لله ربنا قدرنا خير ورحنا المنصوره واشتغلنا وربنا قدرنا وتعبنا واجتهدنا. انا بخرج من بيتي الساعه 12 الظهر برجع بيتي الساعه 1 بالليل، كل ده في شغل بس عشان الناس اللي بتقول الناس دي توصل ازاي او اللي بيتعب بيوصل للي وصل له ازاي. مش كده مش امنيات، لا، تعب واجتهاد واصرار واخذ بالاسباب. احنا من تقريبا من سنه بالظبط كان في تكريم للدكتور احمد عشان الدكتوراه، وحضرت. طبعا كان اول كلمه قلتها قلت نفسي ابقى مدرب منتخب مصر، والحمد لله رب العالمين ربنا كرمني وبقيت مدرب منتخب مصر الحمد لله رب العالمين. انا مش عايز اطول على حضراتكم لان لو اتكلمت هتكلم كتير قوي، وطبعا لو كملت كلام اكتر من كده ممكن اعيط، فمش عايز اتكلم اكتر من كده. انا بشكر حضراتكم جدا. بشكر حضراتكم جدا، وبتمنى من حضراتكم ان انتم تدعوا لنا الفتره الجايه، لان الفتره الجايه صعبه قوي. احنا وصلنا لتصنيف كويس جدا مش عايزين ننزل عليه، فدعواتكم مع اجتهادنا وفضل ربنا سبحانه وتعالى هنوصل اللي احنا عايزينه ان شاء الله. شكرا لحضراتكم. فين زيزو؟ يا حبيبي. انا مش هشكر حد بالاسم طبعا، لان يعني انا ما كنتش متخيل المنظر اللي انا قاعد فيه ده دلوقتي، بس الحمد لله يعني وصلنا يعني ان ناس زي حضراتكم يعني يجوا يكرموني. مش هتكلم كتير، بس في حاجات لازم اقولها، يعني انا كنت بلعب باسم مركز شباب كفر الأطرش هنا لان انا متربي هنا، يعني بدأنا الحمد لله بطولات وميداليات وكلام من ده وانا عندي 8 سنين مثلا. حصل الظروف وحصل الحادثه مثلا وحصل الكلام ده،
بس ما فيش يعني اللي عايز يعمل حاجه ما بيقفش بس بيجتهد. يعني انا زعلت ناس من اللي قاعده دي كتير في افراحهم مثلا، او في ان انا قصرت في واجب معاه مثلا، بس طبعا هو لولا بيحبني مش هيزعل مني. بس هو في ناس كتير كانت مقدره ان انا ما اقدرش اجي لظروف شغلنا، لظروف تمريننا. ابقى عايز فين في التمرين؟ فين في المنصوره؟ ده بقى عايش في المنصوره، ده ما عادش بيجي من المنصوره. ما انا باجي الساعه 1 بالليل والساعه 2 بالليل، عشان زي ما الكابتن هاني شرح دلوقتي احنا بنخلص في النادي الساعه 12 بالليل. طبعا انا كنت متاكد من قبل ما نسافر ومن قبل الضغوطات والبهدله واللي حصل لي هنا في البلد، مش قصدي كفر الاطرش في مصر، انا كنت متاكد الحمد لله ان ربنا ما بيضيعش تعب حد. اول حاجه انا بشكر الاعضاء وبشكر الناس اللي موجوده كلها، وكلكم على راسي من فوق. يعني تاني حاجه بشكر الناس المقيمه على الحفله الجميله دي. احنا اتكرمنا في اماكن كتير قوي قبل البطوله وكده، على مستوى الجمهوريه وفي نوادي كبيره وفي منطقه وفي اتحاد، في حفلات كتيره الحمد لله. بس احنا والله من جوه كده يعني فرحتنا النهارده دي والله 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 من غير اي مجاملات دي احلى فرحه الواحد اتكرم فيها. يعني كفايه ان احنا قاعدين في وسطكم. انا بشكر يعني بالاخص الاستاذ اللي كان مهتم جدا جدا بالموضوع، كان معايا اول باول النائب ايهاب السلام، بشكره جدا. النائب فوزي الشرواصي طبعا، وانا عيل صغير كده كان مكرمني برضه وانا لسه ما كنتش ظهرت اصلا. النائب نصحي البسنديلي طبعا، النائب مجدي عرفه، وطبعا الناس اللي جايه من دمياط. وبعدين الحاجه بقى الجميله اللي فرحتني من قبل السفر كمان، مركز شباب استاد المنصوره استاذ احمد الاتريبي والدكتور تامر البسنديلي. طبعا لما جابوني قالوا لي انت طالع بطوله عالم، انت مش طالع تهزر، انت مش طالع تهزر، يعني انت لو طلعت ما جبتش ميداليه الناس هتضحك علينا. طب انت ايه ظروفك؟ جم اتفرجوا عليا في التمرين الحمد لله. الواحد سافر، يعني كلمه سافر دي انا صعبان عليا بقولها كده. الواحد سافر طلع عينينا عشان نسافر، طلع عينينا عشان مش الناس. مركز الشباب استاد المنصوره قال لي سافر بقى، ولو جبت ميداليه اي ميداليه احنا هنتكفل بمصاريفك وكده. طبعا انا بشكر بقى حاجه بقى، يعني حاجه جميله كده يعني في حياتي. بشكر والدي تعب معايا كتير، يعني ربنا يا رب يخليه لنا كده ويشفيه. وبشكر والدتي طبعا، دي حاجه اساسيه. الحاجه بقى اللي من الالف للياء، من الحزام الابيض، ايام ما كنت بلعب في الشارع واد متشدد كده ماليش اي احلام اصلا، ورحت العب كاراتيه عشان ما اعملش حاجه غلط. الكابتن هاني طنيف دي ده على راسي من فوق، ده كل حاجه، يعني ده اللي عمل كل حاجه. انا حقيقي تحيه كبيره قوي. انا سعيد جدا باللي انا فيه ده كله. وطبعا انا التكريم والحاجات اللي انا سعدت بيها وجزيره ونادي الجزيره والحاجات اللي النائب ايهاب اتكلم فيها على، يعني انا بشكركم كتير. يعني الحاجات دي جميله بالنسبه لنا، يعني عضويه في نادي وحاجه محترمه وناس مقدره وحفله في نادي وحفله هنا. هو الفكره مش في الحفلات الكتير، الفكره في التقدير، فكره في التقدير. يعني انا مصر انا كان بيتقال عليا هنا انا تاني مش اول، ده تاني مش اول. شفت الجمهوريه جبت اول، بس عشان اللي هم عايزين نخسر ما كانوش موجودين في اليوم ده لظروف ربنا عملها. دخلت تصفيات منتخب خسرت، جبت تاني ما جبتش اول. الفكره فين؟ ربنا. ما قلتش كفايه وما قلتش خلاص وما وقفتش، والبلد كلها شاهده على الكلام، كل الناس شاهده. غياث جاي من التمرين رايح التمرين، مع العلم ان ده اثر طبعا على نفسيتنا كتير. انا ما اقدرش اكذب في حاجه زي كده، احنا كنا متحطمين بس ما وقفناش. يعني في ظل انا جاي من المنتخب جايب تاني، انت مش هتسافر وهيصفر اللي جاب اول. فعمل خبر سعيد جدا، المنتخب قال التاني لو عايز يسافر يسافر على حسابه. يعني كنت عايز اسقف مش عارف اقول ايه. طيب مش انا عايز اسافر على حسابي بكام بقى؟ لا ما فيش، انت هتدفع بس للاتحاد التذكره ومش عارف ايه. الفرد 36,000 رسمي، وهتشيل نفسك بقى في الاكل والشرب بره. هو بره بيتعاملوا بالبريزه والشيلد ولا باليورو؟ باليورو، يعني حط قدهم اكل وشرب. لا انت لازم تجيب لنا بقى ايه تذكره الطيران، واحنا على ما احنا نخلص التاشيره
شيرة. لا ده فلاح من المنصورة، ده هو هيجي هنا القاهرة يعمل ايه؟ يكسبنا في القاهرة، ده احنا شكلنا وحش قوي. انا مش هطول، انا طولت، مش عايز اطول كتير. كمل أنا... العريس يا حبيبي، كمل يا حبيبي كمل. انت العريس يا عم. انا بشكر كل الناس اللي موجوده كتير. انا مش عارف اتكلم، انا بالنسبه للظروف واللي حصل، ومن قبل السفر مثلا اروح اجيب كرسي عشان اعرف العب عليه، او من قبل اي حاجه. ماشي، استاذ احمد الاتريبي هيقول. قرار مجلس إدارة استاد المنصورة بتحمل كافة نفقات الكابتن عبد العزيز على حساب استاد المنصورة وحساب الشخصي لمجلس الإدارة. وقالوا علينا فلاحين فلاحين لكنك حين. شكرا. طبعا استاد المنصوره ده اول حاجه يعني بدات تشجعنا، يعني ممكن حضراتكم ما كنتوش تعرفوا ابو عزيز دوت وصل لايه ولا ايه اللي حصل، ولا الكابتن هاني مين؟ الكابتن هاني مدرب منتخب مصر. يعني ركزوا في الكلمه اللي جايه دي، الف. في مدرب منتخب مصر الف، وفي ب، وفي ج، في مراحل. لا، مدرب منتخب مصر الف. والمرحله اللي هو بيمرنها اللي هي مرحله نورهان سلامه، دي البطله بتاعته هو. يعني مش بيمرن مرحله حد تاني فهو مدرب منتخب فخدها عشان هو في المنتخب، لا هي بتاعته وهو اللي بيمرنها وبيمرن اللي زيها. فاحنا الحمد لله وصلنا اللي احنا وصلنا له ده ارتباط بربنا، اجتهاد جامد قوي. يعني مش عايز انتوا هتلاقيكم حاسين بالموقف وباللي بيحصل. ان انا اجيب اول علم وميداليه ذهبيه دي، مصر السنه دي في الكاراتيه ممكن عامله كده شويه، فانت عملت الميداليه دي وقمت رافع صدرك كده، فاحنا بدل ما نبقى كده ممكن نبقى كده. فالدنيا بقت ايه، مظبوطه شويه. يعني ميداليه واحده في سكور ممكن ب7 8 ميداليات ثالث، بس هي ذهب. الفكره مش في كده، الفكره السعيده قوي الكاس اللي انا خدته احسن 5 لعيبه في العالم. طب سالنا بقى، الكاس ده احنا خدناه في مصر قبل كده؟ مش في الدقهليه بقى او في طب احنا مصر خدناه امتى عشان نبقى عارفين على رقم كام يعني؟ لا ما خدناش الكاس ده قبل كده. الكاس ده لاول مره في مصر من احسن 5 لعيبه في العالم. يعني احنا اليابان، احنا ايطاليا، اسبانيا، دولة تانية مش متذكر، بس احنا الحمد لله احنا خدنا الكاس الحمد لله. طبعا في الترويج وفي الماتش وفي اللي انا شغال فيه وفي الماتش النهائي ده وانا بلعب طبعا في المنتخب، والدنيا دي اتغيرت 180 درجة. يعني لقيتني بقيت جميل قوي، ولقيتني بقيت مسكر قوي وبتلاس كتير قوي وبتصور كتير قوي، يعني حسيت ان انا بقيت تامر حسني. مع ان قبل كده والله انا كنت حاسس ان انا حاجه معفنه، يعني بشال بمنديل كده بترمى جنب الحيط. بس هو ربنا اللي بيقدر وما نيأس، واللي عايز يعمل حاجه يجري وراها وما يجريش وراها يوم ولا 2. انا في بطولات من كام يا كابتن؟ من 2004 ميداليات، فمش فارقه يعني لو من 2004 بدانا نقول انا بجيب ثالث دقهليه، لا انا جبت اول. لو بجيب اول دقهليه جبت جمهوريه، عملت حادثه. مش هقعد في البيت بقى ايوه ما اللي فيا ده حادثه، مش مولود كده. مفيش يأس، مفيش حاجه. امسك العكاز هنا وامشي عليهم، مش همشي عليهم. انا ممكن اسند سنده وامشي خطوه، بس مش همشي عليهم. هيجي وقت وامشي عليهم ماشي، بس مش هتستسلم يعني، مش هقع على وشي يعني. احنا بدل احنا اخوات كلنا في بعض، ممكن اقف على رجلي 10 سنين. شكرا. الناس دي يا عم نبيل اتكلمت في النقط دي والحمد لله، واتكلموا في المايك وكده قدام الناس كلها. فانا وجايب لنا عدوانات ابو كمان. فاحنا يعني لولا الاجتهاد ولولا اللي الواحد عمله ولولا التعب ولولا السهر ولولا الناس اللي واقفه دي كلها، على فكره ما اديتش فلوس لحد. الناس دي كلها بتحبنا، الناس دي اصحابنا وقرايبنا واعضاء مجلس الشعب. وانا ما كنتش متخيل المنظر اللي انا فيه ده. انا لو رحت كمان 50 حفله والله ما هبقى مبسوط كده. انا في بلدي انا في بلدي. لا
اما اجي بقى انا مش عارف ان البلد اصلا عامله حفله ولا متخيل حاجه ولا حاطط في دماغي حاجه، واجي بالعربيه عادي من البطوله، ما كانش معايا العربيه خالص، جايب عربيه الاستاذ احمد الاتريبي، كان جاي صدفه البلد فقال لي يلا جبنا الشنطه جينا من المنصوره، فجاي في شربين. بابا انت فين؟ في شربين. طب لو سمحت خليك مكانك. فببص لقيت مسيره، يعني انا حسيت ان انا عضو مجلس الشعب. انا اسف للناس اللي قاعده، انا شعبيتي لسه ما عدتش قوي كده، بس انا كنت مبسوط. ببص يعني انا تعبان مش قادر، ما نمناش بقالنا 3 ايام طبعا عشان نوفر في التذكره وفي الكلام ده. كنا رايحين ترانزيت، حضراتكم عارفين ترانزيت يعني ايه؟ ركبنا طياره 5 ساعات طبعا غير المشوار للمطار، وبعد الطياره نزلنا المغرب قعدنا 4 ساعات، وبعد كده ركبنا طياره ثانيه قعدنا فيها 4 ساعات وصلنا لمدريد. بعد كده بقى المترو والحاجات اللي هتوصلنا للايه؟ للفندق المتواضع اللي احنا حاولنا نروحه برضه عشان نوفر قرشين برضه. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. مش همشي ومش قبل البطوله هقول لحد انا عليا جنيه لحد، ومش هروح الف على حد واقول له لو سمحت 10 جنيه، ومش بشحت من حد لان ده حقي. طبعا ما كنتش اقدر اقول كده قبل ما اسافر لان كان هيتقال عليا عيل بقول اي كلام. الحمد لله وصلت اللي انا عايزه واكتر من اللي انا عايزه بشويه باجتهاد. وقبل على فكره انا قبل طلوع خروجي من هنا الكابتن هاني كلمته في الموبايل قبل ما نسافر باسبوع، قلت له بعد اذنك يا كابتن انا في خبر سيء. قال لي في ايه؟ قلت له انا صابع ايدي السبابه الشمال الوتر اتقطع. انا بقى يعني حصل موقف كده في الشارع فبس بركن كنت اقع فحصل الوتر اتقطع. الوتر ده مقطوع ده ما بيتنقلش. طبعا لسه 6 ايام على البطوله. كابتن هيجي جري رحنا الدكتور لازم عمليه تسليك وتر، وفي جزء من الوتر مقطوع لازم يتعالج او يتحقن كورتيزون يسكن الالم لبعد اسبوع. اسبوع ايه؟ انا سافر بعد 6 ايام والعب بعد 6 ايام زيهم، يعني انا عايز 15 يوم ماشي بالبنج بخدت البنج. انا نازل على الملعب قبل ما العب الكابتن هاني بنج يرش بنج. طبعا بلعب مش طبيعي، ايدي مش طبيعيه يا جماعه، غصب عني بلعب بقوه وبلعب باور وكده، الواحد مش شنج وعايز يجيب ميداليه. طبعا طلعت من الملعب كان هيغمى عليا من الوجع، اقسم بالله كان هيغمى عليا. انا رجلي ما كانتش في دماغي خالص، كنت بتمرن على كرسي خالص. انا ممكن حد يجي مثلا تعبان اقعد على كرسي، لا ما تفولش عليه يا جماعه، مش فاهم. هو مش انا قاعد على كرسي فاهم، هو مش قاعد على كرسي ان انا اقل من حد، لا مش اقل من حد، بس انا مش هوصل غير على كده. ما انا اجتهد واوصل لكده واضحك واوصل واضحك وانا بضحك، مش وانا حد بيقول لي معلش. اكتر حاجه الناس دي كلها ممكن جات لي في الحادثه بتاعتي، انا الكلمه الوحيده اللي كانت تتقال ممكن اول واحد قالها لي الشيخ محمد ربيع، كان بيزورني في يوم فقال لي الصبر والكلام ده كله. قلت له انت كلام حضرتك ده كله على دماغي، قلت له بس انا عايزك تتكلم مع الشباب، تطلع لهم قول لهم في واحد متدغدغ هناك اهو عامل 90 عمليه وبيقول الحمد لله. ما بقاش قاعد يا جماعه، معلش انتوا اخواتي كلكم، ما بقاش قاعد. صحتي عندي صحه ودني كويس او والدي صحته كويسه او انا باكل وبشرب بس وما اقولش الحمد لله، او ما اقولش اصل انا كنت عايز اشتري الطياره ده بس ناقصت 500 جنيه. احلمش احلام اكتر من البيئه اللي انا عايش فيها. عايز احلم بقى يبقى مبني من دلوقتي، اللي هو من كام؟ من وانا عندي 8 سنين، انا سني 26 سنه ونص. اللي انا ببني فيه ده من اياميها. ممكن لو كنت من ايام الحادثه سمعت ناس كتير قوي كانوا بيعزوني بس غصب عنهم كنت قعدت في البيت خالص ويصرف عليا بقى. بس ما ينفعش، احنا ناس واقفين على رجلنا وربنا عطينا الصحه، لازم طموحاتنا تبقى اكتر من كده. الناس اللي قدامي دي كلها انا بعزهم جدا جدا جدا. انا الحمد لله باذن الله الحمد لله من اول اعضاء مجلس الشعب لغايه سواق التوك توك لغايه بتاع الطعميه لغايه بتاع الدي جي لغايه الناس دي كلها، انا بشكر واحد من اللي انا قلتهم دول لغايه اهالي اللي قاعدين ورا، هم مش مجبورين ان هم يجوا ولا بياخدوا فلوس ولا حاجه، بس اكيد حب الناس. الحمد لله الناس اللي قاعده دي عارفه ان انا بحبهم اكتر ما هم بيحبوني. بشكر جد صلاح علام اللي واقف جنبي من الالف للياء، من قبل السفر اتكلمت معاه وده كان معايا خطوه بخطوه. طبعا انا عايز تحيه كبيره قوي لوالدي بقى، ده الراجل الاسطوري.
طبعا من غيره ما ينفعش اصلا، ما ينفعش خالص عادي يعني. ووالدتي طبعا والناس دي كلها. انتوا تعبانين، انتوا مش متخيلين تعب الناس بتاعت الحفله دي والله من غير مقابل. انا كنت انا جيت تزفوني، وصلت هنا طبعا لقيت نائب نصحي واقف لي على الكوبري. طبعا مش عارف اقول لكم يعني كمان انتم مجهزين وهو عارف ان انا جاي، فهو لحق يجي على الكوبري. ده الكلام ده كان ممكن في 10 دقائق كنت في البلد. حاجات كتير وانا ناسي حاجات كتير بس انا الحاجه اللي كانت مأثره فيا قوي تعب الناس اللي عملت اللي انتوا قاعدين فيه ده، اللي هم الشباب مين؟ دكتور احمد شرقاوي، محمد الزعتري، الشيخ محمد ربيع، في صف طويل كده، صف طويل بس عشان ما انساش ماجد الزعتري، صف طويل بدون مقابل. انا وقفت مع الناس دي قلت لهم احنا ممكن يعني نلم العمل شويه ولا كده؟ قالوا لي احنا عايزين نعمل اكتر من كده، احنا جايبين حاجات. طب هم الناس دي عندهم مصطفى مثلا عبد المعطي ربنا يديله الصحه، الفراشه مثلا نص الفراشه بتاعته، نص الفراشه الثانيه جايبها من بره. انا مش نايم على وداني يا محمد. نص الفراشه الثانيه جايبها من بره. طب جايبها ببلاش؟ جايبها بفلوس. الدي جي مش بتاع محمد الزعتري، الدي جي جايبه من شربين. ما تتكلمش في الحاجات. الدي جي جايبه من شربين. الكراسي اللي جايه دي نص الكراسي بتاعت مصطفى. طب والنص الثاني؟ انت جاي تسوحنا؟ لا انا لازم الناس تعرف. لا انا كده بلدي وبحب بلدي وبموت في بلدي. الله عليك الله انا كده بلدي وبحب بلدي وبموت في بلدي. الله عليك الناس الطيبين عيني القصر والحسين عيني يا حضن المشتاقين عيني. الله عليها الله هي اللي هواها يرد الروح بتداوي القلب ترجع لها تاني كده مهما طلع. فوزي الشرباصي استدعاني امبارح، فطبعا رحت له قعدت معاه. الراجل قعد معايا قعده جميله جدا، عرف انا صرفت ايه وعملت ايه والكلام ده. طبعا انا مش هتكلم في مصاريف بقى. النائب برضه ايهاب السلام بيكلمني برضه امبارح، فعملت ايه ووصلت ليه؟ قال لي بص سيبك من الكلام ده كله، اعمل لي ورقه كده بكل الحاجه عشان ما تنساش حاجه وابعتها لي. قلت له حاضر. انا مش هتكلم في تفاصيل ومش هتكلم في حاجه، بس لازم اقول برضه في نقط لازم اقولها عشان اسافر. في كورس بلعب عليه، رحت نجيب الكورس قلنا يبقى ب 2000 3 بقى يبقى غالي، لقيناه ب 8.5. لفينا وشينا وجينا، عملنا جمعيه انا والكابتن هاني. رحنا جبنا الكرسي بعد اسبوع. اتمرنت عليه طبعا، التمرين عليه سهل جدا. جينا بقى للسفر، قال لك اللي انت هتدفع الاتحاد 36,000 وتبدا بقى انت تنظم نفسك في الفندق وفي الاكل وفي الشرب. طيب الكابتن هاني صرف كام؟ 60,000 جنيه. ابقى عايز الصرف كام؟ 60,000 جنيه. يعني انا لو جيت هم 59 وكسور، بس خلينا نكذب بقى هم 60,000. الكابتن هاني مش مجبور يسافر مع عبد العزيز على فكره، بس عبد العزيز مسافر طبعا رجليه تعبانه، معاه كرسي، شنطه، بدله جينز، هدوم هتقضي 13 يوم في اسبانيا، ادوات، حزام احمر، حزام ازرق، تغذيه اللي هو العسل واخدينه من هنا. احنا خايفين نروح نلاقيه هناك بقى ب 10 مليون ولا حاجه. فواخدين اقسم بالله عشان الناس اللي قاعده تبقى عارفه ان لازم يبقى في اجتهاد على الخطوه اللي انت عايز تعملها. اقسم بالله يعني هو يزعل من الجمله اللي جايه دي. احنا خدنا كيس والمدرب بنتي قال ان الدنيا خربانه. لا ما ليش علاقه بالورق.
المجاهد في فترة كما يوحد بين الإنسان والمهاجر أو المهاجر في الغرب أحمد الفهد في ضغط